هذا الرجل حتى يعطى حقه، هذا كان أول المشاركين في الدروس الحسنية التي كان يشرف عليها المرحوم الحسن الثاني في المغرب في رمضان. والحسن الثاني رحمه الله أحبه ليش؟ لأنه أمام الحظوة التي لقيها من العلماء، بعض علماء المغرب أوعز إلى الملك، قال والله هذا الرجل ليس عالما، هذا مجرد ناقل كلام فقط وليس عالما، ليش هذه الحظوة؟ فأراد الملك أن يمتحنه، حدد له ليلة إلقاء محاضرته موضوع أعده. لما صعد المنبر وقال بسم الله الرحمن الرحيم استوقفه الملك. وكان الملك رغم كل مساوئه فقيها. وكان الملك رغم كل مساوئه فقيها. كان فقيها وعالما وذكيا وجهبذا، وأنا زرته، هذا الرجل قبل أن تتكلم يجيبك عما ستقول، عجيب عجيب جدا، المعي يقرأ في عقول الناس فقالوا يا فضيلة الشيخ حصل بيني وبين السادة العلماء خلاف في مسألة، وجاب له مسألة من خفايا علم الأصول، مسألة منسية لا يعرفها إلا الراسخون في العلم، فما هو القول السديد فيها؟ فقال بسم الله الرحمن الرحيم، ولم يتوقف إلا بعد ساعتين اثنتين بعد أن قرر المسألة بأصولها وفروعها وتفاريعها وردود العلماء فيها، وأحال على الكتب التي نقلتها بشكل كأنه يقرأ في كتاب. فكانت ردة الفعل أن وقف الملك شخصيا وقبله من رأسه. محمد الفاضل بن عمرو. هذا محمد الفاضل.